سانتا كلوز بيتقتل يوم عيد الكريسماس وبيكونوا لازم يعرفوا القاتل قبل طلوع الفجر. فيلمنا بيبدأ في يوم الكريسماس مع شورتي تيري وهو بيحكي اليوم اللي غير له حياته كلها لما بيروح لحفل مبنى البلدية للأعياد علشان يأمن المكان هناك في وقت توزيع الهدايا زي ما رئيسته طلبت منه، واللي بتكون مراته القديمة وطلبت منه كده كنوع من أنواع الانتقام لأنه ما بيحبش يوم الكريسماس ولا الاحتفال بيه. وبيكون معاه مساعده المبتدئ جيسون واللي بيكون لابس لبس الأقزام علشان يساعد سانتا في توزيع الهدايا. بيوصلوا الاتنين للمبنى وبيتكلموا مع عمدة البلد وبيطمنوه ان مفيش حاجه هتحصل لسانتا كلوز، ولسه بيلف علشان يقول له ما تقلقش محدش هيقدر يجي جنبك. هوب بتقوم الكهرباء قطعه، واول ما بترجع بيلاقي سانتا كلوز مطعون جنبه. ولما بيروحوا يشوفوا هويه سانتا كلوز الحقيقيه بيلاقوه جون اللاعب الرياضي المعروف، وبيعدي انه الطعن وهو جنبه وانه بيحتضر خلاص. وبيسال ازاي شخص يقدر يطعن حد بالحلويات، هو سؤال مهم فعلا. وبيطلب من كل الموجودين يفضلوا في اماكنهم وما يتحركوش لان في جريمه قتل حصلت ولازم يتحقق فيها. وبيطلب منه العمده يخلص تحقيقه قبل طلوع الفجر علشان تلحق توزيع الهدايا للاطفال، لانها لو ما عملتش كده هتبقى في موقف صعب جدا. وبتبقى في واحده من الموجودين جالها نوبه صرع من اللي شافته، وقالت لهم ان الطريقه الوحيده لتهدئتها هي القط بتاعها. فبيمثل جيسون انه قطه وبيفضل يعمل حركات القطط علشان تبقى كويسه. وفي غضون دقايق قليله بتكون الشرطه وصلت وحوطت المكان كله، وبيبداوا في التحقيقات. وبتبقى المسؤول عن التحقيق المحققه امبر قسم الجنايات، واللي بتقول لهم ان الشخص اللي قتل سانتا كلوز فضل ياكل في الحلوى بتاعته لحد ما خلاها حاده جدا علشان يعرف يطعنوا بيها، وبيكون في نكهه نعناع في الحلوى اللي اتقتل بيها. وبيلاقي تيري في ايد سانتا كارت ملطخ بالدم، فبياخده من ايده وبيسأل العمدة لو كان في حد من الحضور على معرفة بجون اللي هو سانتا يعني. فبتقول لهم ان جيم المذيع الرياضي كان صديقه المقرب وانه حاليا في الحانة ومش قادر يتكلم من كتر الصدمة، فبيبقى هو اول المشتبه فيهم. وبيروح هو وجيسون علشان يحققوا معاه، ولما بيروحوا له بيبقى مش قادر يتكلم، لكنهم بيقدروا يعرفوا منه بانه كان مديون لجون ب9 مليون دولار لانه كان دايما بيلعب معاه الجولف وبيخسر، وان الحاجة الوحيدة الايجابية في قتل جون هي انه ما بقاش مديون ليه بعد كده خلاص. فبيخرج تيري وجيسون من عنده وبيطلعوا للعمدة من تاني، اللي بتقول لهم انها جابت لهم معاون جديد ليهم لانه باين عليهم مش عارفين يحلوا القضية لوحدهم. وبتنادي مايا مساعدتهم الجديدة، بعدها بتطلب منهم كلهم انهم يحلوا القضية، وبتهدد تيري انه قدامه 5 ساعات بس لحل القضية يا اما هينتهي مستقبله المهني، وبتسيبه وبتمشي. بيبدأ جيسون يشرح لمايا تفاصيل القضية، وهم واقفين بيتكلموا بيلاقوا مساعدة جوني بتتكلم في التليفون جنبهم، فبيقرروا يستجوبوها لانها كده المشتبه التاني في قتل. بيدخلوا لمساعدة جون علشان يسألوها شوية أسئلة، لكنها بترفض تتكلم في أي حاجة تخص جوني لأنها وعدته بالسرية في معلوماته، لكن بالضغط عليها والمحاولة معاها بتقرر تتكلم. وبتقولهم إن هي مساعدة جون الخاصة وإنه ادالها اسمه علشان اسمها صعب عليه في نطقه وعايز اسم سهل، وإن جوني طلب منها في مرة تروح في وسط الإعصار علشان تجيب له زبدة، وإنه طلب منها تاكل لبان بالنعناع كل 5 دقايق على الرغم من إنها ما بتحبهوش، وكان شخصية قاسية وصعبة جدا معاها لكنه كان طيب أحيانا. وبيقطع كلامها المحققة أمبر اللي بتروح تنادي تيري علشان توريه حاجة مهمة، ولما بيروح لها بتقوله ان كل المشتبه فيهم كانوا جنب سانتا وقت حدوث الجريمه، وده معناه ان في شريك للجريمه كان عند لوحه الكهرباء وقت حدوث الجريمه ولازم يلاقوه بسرعه. وقبل ما يطلعوا يكملوا بحث بيلاقوا مجموعه من الاطفال عايزه تشوف سانتا وتسلم عليه، فبيطلب تيري من العمده تحاول تعطلهم شويه، وبيروح هو والمساعدين بتوعه يجهزوا سانتا لمقابله الاطفال. وبيعدي الوضع ببساطه من غير ما حد من الاطفال يشك ان سانتا اتقتل، وبيتمنى طفل من الاطفال الموجودين ان يكون عنده اهل يحبوه فعلا. وبيتاثر جدا تيري بكلامه وبيفهم معنى اليوم ده وقد ايه هو مهم للاطفال. بعد ما الاطفال بتمشي بتيجي امبر من تاني وبتوريله صوره دونا، وهي المموله الرئيسيه في المشروع اللي كان جون هيعمله، وانهم ممكن يطلعوا منها باي معلومات عن الموضوع لانها دلوقتي في اوضه كبار المسؤولين. وبيبقى تيري اصلا مصدوم ان في دور تاني للمبنى فيه اشخاص وهو ما يعرفش، مركز في حاجات غريبه جدا. بيتنكر جيسون ومايا في زي رياضيين علشان يقدروا يطلعوا لغرفه كبار الاشخاص يدوروا على الشريك في جريمه القتل، لكن في الحقيقه بيكون هو اللي بيراقبهم وبيبان وهو ماشي وراهم بكل ثبات. بيوصلوا كلهم للأوضة وبيطلب منهم تيري يدخلوا هم يتكلموا مع دونا ويستدرجوها في الكلام، وهو هيتابعهم بالسماعات اللي اداها لهم يلبسوها، وبيطلع بين فتحات التهوية علشان يراقبهم من فوق. بيدخل المتدربين وبيفضلوا يتكلموا مع دونا على انهم عايزين يفتحوا مشروع بيتزا كبير وعايزينها ممولة ليهم، وبيفضلوا بقى يقولوا عن مخططاتهم للمطعم، وبتكون كل كلمة بيقولوها تيري هو اللي قايلهم عليها من خلال السماعات، لحد ما دونا بتقع في الكلام وبتقولهم انهم بيفكروها بجون المجنون اللي راح قال لها انه عايز يفتح مشروع ليه وخلاها تقوله على كل اسرار المهنة والاطباق الرئيسية، لكنه طلع عايز يفتح مطعم خاص بيه هو بس اتقتل. وقبل ما بيكملوا نقاش بيرن موبايل تيري وبيتكشف من شريك القاتل، فبيطلب من جيمس ومايا يخرجوا فورا من المكان،
واول ما بيطلعوا بيلاقوا تيري واقع قدامهم من السقف وبيجري وراهم شريك القاتل، فبيهربوا منه بسرعه وبينزلوا كلهم للصاله الرئيسيه من تاني، وبتكون العمده جايبه لهم شريك بيتر علشان يساعدهم في المهمه، فبيشرحوا له القضيه تاني. بعدها بيجيبوا كل المشتبه فيهم جنب بعض، وبيدي للثلاث متدربين كل واحد منهم هديه يدوها للشخص اللي هم شاكين فيه، فبتقوم مايا تدي هديتها للعمده، وجيمس بيدي هديته لسانتا نفسه وبيقول انها قضيه انتحار. اما بيتر فبيدي هديته لتيري المحقق نفسه، فبيقول لهم تيري ان قدامهم 3 مشتبهين وما اختاروش منهم ولا واحد. بعدها بيبدا يتكلم وبيقول للمشتبهين ان اللي قتل سانتا قتل معاه يوم الكريسماس نفسه وايمان الاطفال بيه، وانه عمل حاجه بشعه جدا مش مجرد قتل شخص. فبيعترف جيم ان هو القاتل، وبتبقى شريكته هي انجي حبيبته اللي كانت كل شويه تفقد اعصابها علشان ما تبقاش مصدر شك، وبيتم القبض عليهم. لكن قبل ما بيخرجوا من المبنى بتقول لهم انجي ان في هديه ليهم كلهم في الكريسماس وانها هتقضي على كل الحدود. بيروحوا بسرعه كلهم يفتحوا الهديه اللي بتكون جواها قنبله وما بيكونش قدامهم وقت علشان يشيلوها من مكانها، فبيحاولوا يعطلوها، وفعلا بينجح بيتر في اخر لحظه انه يعطلها، وبيكونوا كلهم فرحانين انهم انقذوا المكان الا عمده البلد اللي بتكون زعلانه لان الاطفال مش هيقدروا ياخدوا الهدايا في وقتها. فبيقرر تيري يروح بنفسه يسلم الهدايا للملجأ وللاطفال. ولما رئيسه الملجأ بتشكره على انقاذه يوم الكريسماس بيقول لها ان الكريسماس هو اللي انقذه، وبيركب عربيته وبيمشي بعد ما بياخد هديه باسمه من العربيه وبيفتكرها بتاعته وهي اصلا بتاعه طفل من الموجودين. وزي ما الكريسماس قدر يفرح اطفال كتيره جدا، فهو قدر يغير في حياه تيري كمان للاحسن. وبكده بيكون خلص ملخصنا النهارده. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات في الافلام اللي بنعملها.